معلم جابر، الحمد لله على السلامة يا كوماندا. كنت متأكدة يا أخويا إنك جاي. ازيك يا ميمي؟ تسلم يا أخويا من كل راضي. مورا فين؟ مهرة؟ لا، ده الموضوع كبير. تعالى معايا وأنا أفهمك. كبير كيف يعني؟ مورا فين؟ الله، مالك واخدني على السخن كده؟ لسه زي ما أنت. بقول لك تعالى وأنا أفهمك. نورت يا أخوي، الحمد لله على السلامة. ده أنا فرحانة بيك قوي. تعالى يا سي جابر، تعالى. يا ألف حمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا سي جابر. والله ليك وحشة. نورت بيتك ومطرحك. مورا فين يا ميمي؟ هقوم بقى أعمل لك لقمة وكوباية شاي تظبط المزاج وتعدل الأمخوخي، وبعد كده نبقى نتكلم. اقعدي، مش وقته. مورا راحت فين؟ من ساعة ما انت دخلت السجن وهي مش هي، حالها اتبدل. كأنها فرسة واتقطع لجامها وسرحت وهجت هربت يا اخويا من صاحبها. ما هو ما تأخذنيش، ما دام ما فيش لجام يلمها ويشدها يبقى الله أعلم سرحت فانهي اسطبل. يعني ميمي العايجة اللي عارفة الجرد مخبي ابنه فين ما عارفاش مكان مهرة؟ ماشي. ما تستهدى بالله يا سي جابر، مالك كده واخدني على السخان. أنا يا أخويا سمعت كده طرطيش كلام. ما تخلص يا ميمي، بطلي بكاس، هتلقطيني كلمة كلمة. الله وكيل اعملها معاكي. وتعملها معايا أنا ليه؟ على الأقل أنا قدمت السبت والحد وربنا يعلم، لكن هي ضحكت عليك وعليا وعلى الكل وادتنا على قفانا، والله أعلم حطت فنهيغية. هتعيشي وتموتي مرة هتجاصة بتاعت مواويل. خلاصة الجول، تعرفي توصليني ولا ما تعرفيش؟ يبقى ما تعرفيش. استنى بس يا سي جابر، مفيش غيرها. صح، صاحبتها وانتيمتها، ومحدش يعرف يدلك على مكانها غيرها. اتفضل يا حبيبي. حبيبتي تسلمي ليكي. تحبي نخرج؟ هو انت مش عندك شغل؟ ممكن اعمل تليفون واجل شغلي. تعالي نخرج نغير جو. لا ازاي، انا بقدر شغلك يعني وبحب الشغل. مالك يا مهرة؟ زيدان انا مخنوقه. طب ممكن بهدوء تقولي لي مخنوقة من ايه؟ هو احنا مش بقالنا 5 سنين متجوزين؟ مش كده؟ تمام، ويا رب يبقوا ال50. انت متجوزني وانا بشتغل، من وانا في اعدادي وانا بشتغل، وبقالي 5 سنين خلاص جالي اكتئاب. انا لو ما نزلتش اشتغلت انا هتجنن. كل ده عشان تنزلي تشتغلي؟ امم حاضر يا ست، عليها الاتنين. طب لو سمحت نزلنا اشتغل زي زمان. لا، زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص. ايه يعني؟ زمان كنت مهرة ودلوقتي مهر. ما اقصدش يا حبيبتي، اقصد يعني انت دلوقتي متجوزة رجل اعمال اسمه كبير جدا في السوق، يعني ما ينفعش تشتغلي اي شغلانة والسلام. يعني انا دلوقتي لو نزلت اشتغلت مش هبقى مراتك؟ طب اعمل لي مشروع. مشروع يا مهرة؟ وانا عارف اسد على المشاريع اللي عندي. طب خلاص شغلني في المشاريع بتاعتك، مش يمكن انفعك؟ ماشي، خليني ارتبها لك. زيدان انا بتكلم جد، انا ما بحبش الوعود اللي تتنسي. ولا انا ما بحبش الوعود اللي تتنسي. بحبك يا مهرة. انا كمان. انت كمان ايه؟ خد التوفة حياتي. انا كمان. بس يا زيدان اعقل.
اخوكي زيدان مش ناوي يجيبها البر. فات 5 سنين لا طلقها ولا بقى شايفني، ودلوقتي بقى بيبات عندها بالاسبوع. صفاء، وايه يعني؟ ما هي مراته. هو ايه اللي ايه يعني؟ بقول لك اخوكي سايق فيها، ما بقاش شايفني. وانت من امتى كنت شايفاه؟ جربي بقى مره اللي هو كان بيحسه، يوم ليكي ويوم عليكي. انت ايه اللي انت بتقوليه ده يا صفاء؟ اهدي سيبي كل حاجه لوقتها، انا عارفه انا بعمل ايه. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا صفاء؟ فات 5 سنين وما حصلش فيهم اي تغيير غير ان انا اتطلقت مرتين. ما عشان انت ما بتسمعيش الكلام، وعشان انت مجنونه. يا ما قلتلك بلاش تعصلجي في الحته اللي بينه وبين مهره، وبرضه مفيش فايده، كل شويه تتخانقي معاه. قلتلك سيبي مهره في حالها طالما هي بعيده عننا وما بتضايقناش. مش قادره استحمل يا صفاء، مش قادره استحمل ان هو مفضل واحده زي دي عليا. انا يوم ما يفضل واحده زي دي عليا انا عايزه اقتلها، عايزه اولع فيها، مش قادره. يلا موتيها، خلينا اخلص منكم انتوا الاتنين دفعه واحده. كده يا صفاء؟ ما انت اللي بتنكشيني، انا مش ناقصه خسائر اكتر من اللي انا فيها. تعرفي ان البنت بتاعت شبرا دي اجدع منك 100 مره؟ عارفه ليه؟ عشان من ساعه ما دخلت حياتنا وهي مركزه في نفسها بس، وما بتقرب لناش وما بتعملناش مشاكل. انا مش قادره استحمل كلامك اكتر من كده، انا همشي واسيبك. يلا غوري في 60 داهيه، غبيه. بقول لك إيه يا ابو عمو، أؤمر. هو المصنع ده قافل ليه؟ قفلوا مشوا من هنا خالص. ما تعرفش راح فين؟ بص يمكن يكونوا راحوا امبابة، اسأل وانت وحظك. تشكر. صباح الخير. اهلا، صباح النور. معلش يا صفاء، هناخد من وقتك شويه. انت تاخد الوقت اللي انت عايزه. ايه ده؟ اخيرا شفتك. جيت اردلك زيارتك بس المره دي من غير شيكات. زي ما تقول يعني مهرة زهقت من قعدة البيت فقررت انها تنزل تشتغل. لا تشتغل ايه؟ الشغل ايه ده؟ الشغل خلص خلاص من ايام المصنع. ايه ده؟ هو انت ما قلتلهاش ان انا هروح ازور المصنع والشركه وكل حاجه يملكها زيدان اشتغل فيها؟ الحقيقة انا قلت اعملها لها مفاجأة، يعني اصل هي غاوية تعب. غاوية تعب. طب طالما غاوية تعب نتعبها، بس المهم ما ترجعش تشتكي. خلينا اجرب، يمكن اعمل حاجه مختلفه. ولا ايه يا زوزوستي؟ اكيد طبعا، اكيد يا مهورتي، اكيد هتعملي حاجة مختلفة. وماله، نشوف ايه المختلف اللي هي هتعمله. طيب اسيبكم بقى تختلفوا اسيبكم تتفاهموا مع بعض، وان شاء الله توصلوا لحاجة كويسة، لان انا عندي مشوار مهم قوي لازم اعمله. حياتي خلي بالك من نفسك يا حياتي. وانت كمان يا حبيبة قلبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. حياتي.